اهلا بيكم في فيديو جديد. انا سلوى عبدو، ووردبريس ديفلوبر، ودي الحلقه السابعه من كورس انشاء موقع شخصي لينا. احنا كده بنفنش الكورس بتاعنا. احب ان انا اسمع رايكم عن الكورس، ويلا نكمل شرح. هنكمل مع بعض باقي الويب سايت بتاعنا. احنا دلوقتي عايزين نشتغل على الهيدر والفوتر اول حاجة، واللي احنا لسه مقربناش ليهم لحد دلوقتي. فاحنا هنروح نجيب اللوجو بتاعنا. اول حاجة عشان ندخل نعدل على الهيدر ده هنعمل ايه؟ هنيجي هنا في كستمايز. اوكي، بيحمل معانا. وهنيجي في الهيدر بيلدر، او ممكن بكل بساطة نجيب الماوس بس نحركه عليها هنا وهنلاقي جالنا هنا. اوكي، فاحنا هنضغط عليها. احنا دلوقتي عايزين نغير اللوجو بتاعنا، فهنيجي عند اللوجو اللي موجود ده، وهنيجي هنا change image، او ممكن نمسحها خالص حتى لو احنا ما عندناش لوجو حاليا ومش عايزين لوجو تاني يظهر. اوكي، وهنرفع اللوجو بتاعنا. كده اللوجو بتاعنا اشتغل بالشكل ده. كده اللوجو بتاعنا اترفع بالشكل ده. طبعا هو صغير جدا مش واضح، فاحنا هنحاول نكبره من هنا في اللوجو width. اوكي، احنا عندنا طريقة افضل بكتير من اللي انا وريتها لكم دلوقتي، وهو ان احنا هنيجي هوريكم بس الخطوات. احنا دخلنا في الكستمايز، هيجيلنا الشكل ده، فهنيجي هنا في الهيدر بيلدر. اوكي، هيظهر لنا الشكل ده. فهنيجي هنا في السايت تايتل واللوجو. اوكي، وسلكت لوجو، هنختار اللوجو بتاعنا ده، اللوجو بتاعنا. اوكي، بالشكل ده. هنعدل المقاس بتاعه ونرفعه. اوكي، كده بالشكل ده. هو ما كانش واضح، فاحنا هنيجي هنا في اللوجو ويدز. طبعا هو شكله مش واضح قوي. اوكي، بس احنا يعني بنحاول او حاولنا ان انا اوريهولكوا بافضل شكل ممكن. وطبعا المفروض نحط حاجة واضحة، بس عشان ده اللي موجود حاليا مش هنقدر نروح نعمل لوجو جديد. اوكي، طيب احنا دلوقتي مثلا بنظرنا كده اول حاجة نعمل بابليش عشان كل اللي عملناه ما يروحش. تمام، احنا دلوقتي من وجهة نظرنا فاحنا عايزين نغير الالوان بتاعة المنيو دي. اوكي، فاحنا هنيجي هنا على علامة القلم اللي موجودة، وهنيجي هنا في الديزاين. اوكي، وهنبدأ نغير في الالوان اللي قدامنا دي عشان نوصل للشكل اللي احنا عايزينه. اوكي، فاحنا هنا عايزين نغير الالوان دي، فهنيجي هنا في الهيدر بيلدر. اوكي، وهنيجي هنا في الترانسبكت هيدر، وهنيجي هنا في الديزاين، وهنيجي هنا في المنيو كولر هنلاقي في هنا تكست ولينك. اوكي، فلو نلاحظ ان هنا في اسود وفي رمادي. هنا اللي موجود ده اللون الرمادي، ولما بنيجي عنده بيكون اسود. اوكي، فاحنا عايزين اللي موجود ده يكون ابيض بدل الرمادي. اوكي، كده بالشكل ده. ولما نيجي عنده ممكن يبقى بالشكل ده، يكون فيه تأثير بسيط جدا، يعني اللي هو لمجرد الهوفر. اوكي، وممكن برضو
ان احنا نقربه للون بتاعنا مثلا، فاهو كده بالشكل ده. هنعمل بابلش. اوكي وكده. وهنيجي هنا عند البوتون ده برضو احنا محتاجين نغيره، وممكن نربط البوتون ده بقى بأي لينك احنا عايزينه، سواء احنا عايزين مثلا عندنا لاندنج بيج، سواء مثلا احنا عايزين نخلي العملاء يوصلوا لصفحة معمولة للحجز مثلا، او يوصلوا للبيج بتاعتنا على الفيسبوك، او على البيج بتاعتنا على لينكد ان. اي حاجة احنا عايزينهم يوصلوا بيها من خلال الزرار ده، نقدر ان احنا نحط اللينك بتاعها هنا وهتشتغل معانا. اوكي احنا عايزين نغير اللون ده. اوكي هنيجي هنا في البوتون ده زي ما شرحت لكم، وهنيجي هنا في الديزاين، وهنلاقي هنا ان احنا نقدر نخلي التكست بتاع البوتون ده لون، والباك جراوند لون، ونقدر نعمل بوردر لون مختلف. اوكي فاحنا هنيجي هنا في الباك جراوند ونحط اللون بتاعنا اللي احنا عايزينه كده بقى عندنا بالشكل ده. طيب انا عايز اعمل له هوفر، عايز ان هو اي حد يجي عنده يبان ان هو شغال معاه، ما يبانش ان هو كده وخلاص، فبقى بالشكل ده. اوكي فهنيجي هنا نخلي التكست اسود او رمادي عشان يبان معانا. مش عارفة انتوا خدتوا بالكم من اللي حصل ولا لأ، بس احنا لو كنا سيبناه ابيض والتكست ابيض ما كانش هيبان من هنا كلمة hire me. اوكي اللي هو وظفني، ونقدر نخليها اي، نقدر نحط عليها اي كونتنت اللي احنا عايزينه من هنا من التكست. اوكي وكده احنا يعتبر خلصنا الهيدر بتاعنا، سهل جدا بسيط ما فيهوش اي مشاكل. وما ننساش نعمل بابلش. اوكي كده احنا عايزين بقى نعمل الفوتر بتاعنا. هنرجع نقدر نروح للفوتر من حتتين، نيجي هنا نقدر نروح للفوتر بيلدر من هنا، وكنا نقدر ان احنا ننزل تحت ونيجي هنا عند القلم ده وهو يجيب لنا برضو الاعدادات بتاعه الفوتر. اوكي هنيجي هنا بقى عايزين نعدل حاجة حاجة. اول حاجة عايزين نحط ال عايزين نحط ال سوري عايزين نحط اللوجو بتاعنا. اوكي فهنحط اللوجو بتاعنا هنا، وعايزين نحط اللينكات بتاعتنا هنا، وهنحط الايميل بتاعنا هنا، واي معلومات تانية احنا حابين نضيفها برضو نقدر ان احنا نضيفها. طيب انا جيت هنا في الفوتر وبقى قدامي حاجات كتير انا مش عارفها، يعني عندي ويدجت 1 ويدجت 2. هنفترض ان السوشيال دي اوكي هي السوشيال ميديا، لكن انا مش عارف ايه هي ويدجت 1 ويدجت 2، بس هي حاجات هنا قصادي في الفوتر. اوكي فانا هاجي هنا في كل مكان انا عايزه اعدل فيه، هاجي هنا عند القلم وادوس عليه. اوكي فاحنا عرفنا هنا ان ويدجت 1 هي اللي فيها اللوجو. اوكي ونقدر نربط اللوجو ده باي لينك احنا عايزينه زي ما انتم شايفين هنا. فاحنا هنيجي هنغير اللوجو من هنا replace image، او نقدر او edit image. اوكي فاحنا هنيجي هنا في replace image ونختار الصورة بتاعتنا اللوجو بتاعنا، وهيكون هنا بالشكل ده. طبعا هو كبير جدا، فاحنا هنروح نختار صورة تانية ما تكونش كبيرة للدرجة دي كده بالشكل ده، ولكن دي برضو كبيرة. فاحنا اهم حاجة مع بعض ان احنا نعدل المقاس. انا هنا عشان مش مظبطة المقاسات فممكن تقابلنا المشكلة دي، ولكن احنا هنسيبه كده بالشكل ده زي الفل ما فيهوش اي حاجة اللوجو بتاعنا. اوكي فانا هاجي هنا عايز اغير الايميل ده واحط الايميل بتاعي، فهروح اجيب الايميل بتاعي واحطه هنا. اوكي ممكن اكتب هنا اي تايتل او تكست انا عايزه. اوكي اوكي فاحنا هنيجي هنا وهنحط الايميل
بتاعنا بدل الايميل اللي موجود بالشكل ده. اوكي، واي ايميل بقى احنا عايزين نحطه، المفروض ان احنا نحط ايميل بروفيشنال، انا بس بشرح لكم. اوكي، هنيجي هنا بقى في السوشيال، ودي من اهم الحاجات اللي المفروض تكون موجودة عندنا في الموقع. احنا لازم نحط اللينكات بتاعتنا عشان اي حد يقدر يوصل لنا من اي مكان. تمام، طبعا في الاماكن اللي مسموح بيها ان هم يوصلوا لنا فيها. اوكي، فاحنا ممكن نحط اللينك، نجيب كل اللينكات بتاعتنا، سواء اللينك بتاع فيسبوك، بتاع تويتر، بتاع انستجرام، بيهانس. مثلا هنا انا هحط مثلا لينك بيهانس بتاعي. اوكي، عشان اوريكم برضه. هنيجي هنا عند بيهانس في اليو ار ال، وهنحط اللينك بتاعنا. اوكي، وببلش، وهنفترض ان انا مثلا مش عايز تويتر. اوكي، فهحذف تويتر، فبندوس على اكس. اوكي، مش عايز مثلا، يعني بوريكم ازاي نحذف. ولا هنعمل ببلش. تمام، وهنا في الكوبي رايت، الكوبي رايت ده يعني مين اللي عامل الموقع. اوكي، هو بيسجل الاسم اللي عمل الموقع، سواء اسم الموقع او اسم الشركة ذات نفسها بتاعة الموقع، بس احنا نقدر نغيره. اوكي، بس احنا هنسيبه زي ما هو، ونقدر نغيره برضو لما نضغط هنا على القلم، نقدر نغيره من الجزء ده. اوكي، بس احنا هنا سايبينه زي ما هو، وهنرجع نخرج ونشوف الصفحة بتاعتنا بقى شكلها عامل ازاي. اوكي، ده كده الهيدر بتاعنا. الهيدنج قريب من اللوجو بتاعنا، ممكن برضو نظبط الجزء ده، مفيش اي مشكلة. واللوجو برضو شكله جميل عشان هو يعني معمول بالجنب، فشكله لطيف، مفيش اي مشكلة. الزرار بتاعنا عملناه، المنيو بتاعنا. اوكي، هننزل بقى للفوتر. كده عندنا بالشكل ده الفوتر بتاعنا بعد ما ظبطناه. طيب في حاجة احنا ما ظبطناهاش، احنا ما ظبطناش الباك جراوند اللي هو اللون بتاع الفوتر، فاحنا هنرجع تاني. اوكي، وهنحاول نجيب الباليت بتاعة الالوان اللي احنا شغالين عليها ونبدأ نغيرها. بس مبدئيا احنا هنغير الالوان منين؟ احنا هنغير الالوان من هنا. احنا هنا في الفورم في الفوتر بيلدر، سوري. فهنيجي هنا في الديزاين. اوكي، فهنيجي هنا في الباك جراوند ونحط اللون اللي احنا عايزينه. هنيجي هنا زي ما قلنا ونجرب ان احنا نحط اللون بتاعنا ونشوف ايه اللي هيحصل. اوكي، ما عملش معانا، يبقى احنا كده عندنا غلطة، احنا ما ضغطناش كويس على اللون، على القلم، سوري، اللي موجود هنا. لكن لما دوسنا عليه تاني اهو كويس، جالنا ان الباك جراوند اصلا ليه لون. اوكي، ومعمول هنا بالكحلي، فاحنا هنيجي هنا ونحط اللون بتاعنا بالشكل ده بقى كده. اوكي، هنيجي تحت نحط نفس اللون في الديزاين هنا بالشكل ده. اوكي، بالشكل ده. لو نلاحظ ان هنا في بوردر كولر، فاحنا ممكن نشيله خالص. اوكي، احنا ممكن نشيل اللون ده تماما، او ممكن نحطه نفس اللون بتاعنا عشان ما يبانش ان في بوردر. اوكي، كده بالشكل ده. واحنا ممكن نخليه ابيض خالص ويبقى عندنا بالشكل ده. اوكي، كده هنعمل ببلش، واحنا كده عملنا الفوتر والهيدر بالكامل. اوكي، نعمل هنا ريفرش، ظهر لنا هنا بالشكل ده. طيب بقيلنا ايه تاني يا سلوى؟ احنا بقيلنا ان احنا نعمل جزء الورك اكسبيرينس ده. طيب احنا هنعمل ازاي الجزء ده؟ عندنا حلين. اوكي، اول حل لو انا مثلا عندي لينكد ان، اوكي، فانا هروح عند لينكد ان بتاعي مثلا.
فانا هاجي هنا، ده لينكد ان عندي، فانا هاجي هنا في الجزء ده بتاع الاكسبيرينس واخد هنا جزء جزء واروح انقله هناك. اوكي، الاسم، الشغل اللي انا اشتغلته، كنت ووردبريس ديفلوبر في شركة كذا، شغالة بنوع كذا، ومن امتى لامتى. اوكي، وهكذا في باقي الاجزاء. هنا اخدها كوبي باست واروح احطها عندي. اوكي، هنيجي هنا نعمل edit with elementor عشان اديكم مثال عشان نلحق نخلص باقي الويب سايت بتاعنا. اوكي، احنا مثلا هنيجي هنا. اوكي، هنيجي هنا عايزين نغير الجزء ده، فانا والله انا مش يعني ما عنديش، مش حافظ الورك اكسبيرينس بتاعتي، فهروح اخد هنا كده. اوكي، بعيدا عن الورك اكسبيرينس ما اتحدثتش بقالها كتير، بس مش مشكلة. اوكي، هنيجي هنا نحط ان احنا كنا ووردبريس ديفلوبر من امتى لامتى مثلا. اوكي، اوكي، من اغسطس 2024 لحد مثلا دلوقتي. اوكي، هنفترض يعني، فهنيجي هنا في التاريخ ده وهنحط اوكي التاريخ بتاعنا. طيب التفاصيل بقى، التفاصيل بتاعت الورك اكسبيرينس دي احنا هنقدر نحط فيها اي حاجة من الحاجات دي. نقدر نحط فيها كل السكيلز اللي احنا اشتغلنا عليها، نقدر نحط فيها نقدر ان احنا نحط فيها كيس ستادي اشتغلنا عليها، نقدر ان احنا نحط اي حاجة حرفيا احنا اشتغلنا عليها في الجزء ده. اوكي، طيب يا سلوى انا عايزه اغير اللون ده عشان يمشي مع الموقع، فانا هاجي من هنا هنلاقي هنا حاجه اسمها تكست كولر، نقدر نغير اللون بتاعنا من هنا لاي لون احنا عايزينه، سواء نحط الكود بتاعنا سواء نجيب اللون من هنا. اوكي، بس انا كده وريتكم يعني دي اول حاجه نقدر نجيب الورك اكسبيرينس بتاعتنا. طيب احنا ما عندناش لينكد ان وبنعمل الموقع ده لاول مره. طيب انا ما عنديش لينكد ان، ف هحط الورك اكسبيرينس بتاعتي، حتى مثلا لو كانت واحده او لو كانت اتنين، انا بحط انا اشتغلت ايه وفي شركه ايه مثلا ومن امتى لامتى، وبنحط مثلا اي كيس ستادي احنا قدرنا نشتغل عليها او نتغلب عليها، او مثلا ايه المهارات اللي الشركه دي احتاجتني ان انا اشتغل عليها. يعني مثلا انا كنت شغاله مثلا ووردبريس ديفلوبر، فانا مثلا انا كنت شغاله للشركه دي ان انا بعمل المواقع. اوكي، ولكن انا لما رحت شركه تانية انا اشتغلت على حاجه جديده تماما. انا ووردبريس ديفلوبر لكن رحت اشتغلت انستراكتور، ان انا بشرح للناس في المجال. اوكي، فانا هنا ووردبريس ديفلوبر وهنا ووردبريس ديفلوبر، ولكن الكيس اختلفت. اوكي، فحتى لو احنا ما عندناش ورك اكسبيرينس على لينكد ان، احنا نقدر نفكر مع نفسنا بهدوء ونطلع الحاجات اللي اشتغلنا عليها، كنا شغالين ايه ومن امتى لامتى، ونكتب حاجات بسيطة كده عن الموضوع ده. اوكي، ما ننساش نعمل ببلش بعد كل ده، ومن هنا نقدر نجيب الورك اكسبيرينس بتاعتنا. تمام، عايزين نشوف ايه تاني بقالنا في الويب سايت بتاعنا. داونلود سي في دي مش فاكرة انا قلتها لكم ولا لا، بس احنا نقدر ان احنا نحط اللينك مثلا بتاع السي في بتاعنا على جوجل درايف مثلا، وهم يقدروا يوصلوا ليه وينزلوا. اوكي، هنا انا ما قدرتش اجيب سكرينات حاليا عشان الوقت، ولكن احنا ازاي نقدر نحط سكرينات هوريكم حالا ازاي نقدر نحط سكرينات لآراء العملاء مثلا. اوكي، هنيجي مثلا هنا احنا هنعمل سيكشن جديد. اوكي، مثلا كده، وهنيجي هنا في الاليمنت بتاعت elementor، وهنختار حاجة يكون فيها كاروسل
او حاجة يكون فيها ان احنا نقدر نرفع كذا صورة اهو image carousel، وفي عندنا basic gallery. الاتنين نقدر ان احنا نستخدمهم. هنيجي مثلا هنا في الايمج carousel وهوريكم ان احنا مثلا نقدر نرفع كام صورة بس هنعتبر يعني ان دي مكان السكرينات. اوكي، ان احنا نقدر نرفع كذا سكرين لآراء العملاء كده بالشكل ده، وهي كده ظهرت عندنا. طبعا هنعدلها، يعني مثلا هنيجي هنا في الايمج ريزوليوشن، هنيجي هنا نخليها فول، وهنيجي هنا في السلايد مثلا احنا ممكن نخليها 3. اوكي، في السكرول هنخليها 1. احنا ممكن نخلي المقاس، احنا نقدر نعدل المقاسات اوكي زي ما احنا عايزين، ونعرض ايه الآراء بتاعة العملاء بتاعتنا كراسل زي كده بالشكل ده. ونقدر ان احنا نعمل شكل تاني، هنيجي كده هنا اوكي، وهنيجي في البيزك جاليري. لو انت مش عايز لو انت عايز كل الآراء تكون ثابتة اوكي، ومش عايزها تبقى كراسل بحيث ان العميل تبقى في وش العميل على طول اوكي، وما يضطرش ان هو يقلب مثلا عشان يشوفها او كده، فاحنا هنحطها بالشكل ده وهنخليها هنا فول عشان الصورة كاملة تظهر اهم حاجة. ونقدر نخليها مثلا 3 في الصف وهتظهر بشكل شيك جدا اوكي. فدي كده الكراسل عشان بس نقدر نميز، ودي كده البيزك جاليري. ده لو احنا عندنا سكرينات حقيقية ومحتاجين ان احنا نرفعها. طبعا هنشيل كل ده، انا بس بشرح لكم الجزء ده اوكي عشان قلنا هنشرحه. وهنعمل بابلش اوكي. عايزين نعرف ايه تاني بقالنا للويب سايت بتاعنا. احنا شرحنا البورتفوليو. في الكونتاكت هنا الجزء ده مش افضل حاجة، فاحنا عايزين نعدله عشان اللوجو هنا مش باين. فاحنا هنيجي هنا في edit with elementor اوكي، وهنيجي هنا في الصورة دي، هنيجي هنا في الedit container وهنيجي في الستايل هنلاقي الصورة بالشكل ده. فاحنا عايزين نغيرها عشان هي اكيد مش مناسبة معانا. فاحنا نقدر نحط ايه، احنا بس يعني مش عايزين نرفع صور كتير. مثلا نحط الصورة دي اوكي بالشكل ده. طيب يا سلوى، هي كده ما بقاش واضح منها اي حاجة. احنا نقدر نحط عليها هافر كده، ان احنا نعمل لون قريب للنبيتي مثلا اوكي، وهنخليها بالشكل ده. ونخلي الكونتاكت ديا الكونتاكت نخليها بالابيض اوكي، وده الديفايدر نخليه بالابيض هو كمان كده عندنا بالشكل ده. تمام، انا بوريكم حاجة سريعة بسيطة عشان احنا مش عايزين نطول اكتر من كده. بالنسبة للجزء ده احنا نقدر نحط هنا رقم التليفون ونقدر نقول متاح. احنا متاحين من امتى لامتى، من يوم كذا ليوم كذا. ونقدر نحط كمان الساعة اللي احنا متاحين فيها، او متاحين من الساعة كذا للساعة كذا. مسافة ما نضغط هنا هيجي لنا ان احنا نقدر نحط رقم التليفون هنا في التايتل وفي الديسكريبشن. هنبدأ نحط المواعيد بتاعتنا وهتظهر في نفس البوكس اوكي. نقدر نغير الايكون هنا من ايكون الموبايل لاي ايكون تاني احنا عايزينها هنا اوكي. هنيجي هنا، احنا هنفترض ان احنا يعني في شركة ماشي، بس احنا ما عندناش شركة ولا حاجة، بس هنفترض ان مثلا كل واحد فينا عنده شركة، فالمفروض ان هو يكتب اللوكيشن بتاعها. او لو عايز تحط اي معلومة تانية هنا، زي مثلا ان انت تحط مثلا يعني لو فرضنا ان انت بتعرض شغلك على فيسبوك او تيك توك او اي حاجة، فانت هتحط اسم الاكونتات بتاعتك هنا اوكي، وهتختار
الايكون بتاعت تيك توك من هنا وهتلاقيها مثلا، او اي ايكون انت عايزها. انا بس بديكوا امثلة. اوكي، هنيجي هنا وهنحط الجيميل بتاعنا، ونقدر ان احنا نحط اي description احنا عايزينه زي contact me every time في اي وقت، او تقدر ان انت تحط مواعيد محددة، او تقدر ان انت تحط تفاصيل معينة. اوكي، ده الفورم بتاعنا. تمام، وهنا هو معمول بجيت فورم I think. اوكي، وهنا هو لما يجي يبعت لك ايميل بان حد سجل، فهو بيبعت على الايميل اللي انت، عشان ناخد بالنا بس اللي انت مسجل بيه وعامل الاكونت بتاعك، او عامل الويب سايت بتاعك من عليه. اوكي، فهو هنا بيكون مسجل الايميل ده، واي ايميل هيجيلك هيوصلك على نفس الايميل. اوكي، هنا نقدر ان احنا نحط اي رسالة احنا عايزينها في مسج مي، نقدر نغير الكونتنت ده لاي حاجة احنا عايزينها، وهكذا الديسكريبشن. اوكي، هنيجي هنا زي ما انا قلت لكم، هنا الايكون نقدر نحط لينكد ان، انستجرام، تريبل بي هادز، ونقدر ان احنا نضيف اي حاجة غيرهم تماما، مفيش اي مشكلة. اوكي، ما ننساش نعمل publish. اوكي، ما ننساش نعمل publish قبل ما نقفل اي حاجة. اوكي، نرجع تاني عشان نشوف الموقع بتاعنا. كده I think احنا مش بقيلنا اي حاجة تماما، بقيلنا حاجة واحدة بس اللي احنا نقدر ان احنا نراجع عليه على الموبايل، فاحنا هنبدأ نراجع عليه على الموبايل عشان لو في اي تعديلات نبدأ نعملها مع بعض. اوكي، هنيجي هنا الصفحة دي ما فيهاش اي مشاكل من على التابلت. نيجي هنا من على الموبايل، الصفحة بالفعل ما فيهاش اي مشاكل. اوكي، طيب عايزين نعرض باقي الصفحات. هنيجي مثلا في الاباوت، نشوف الصفحة بتاعتنا. هنيجي هنا في التابلت، مفيش اي مشكلة. اوكي، في الموبايل برضو ما عندناش اي مشاكل. ممكن الاباوت مي نكبرها شوية، ولكن هو بشكل عام مفيش اي مشاكل في التصميم بتاعنا. اوكي، هنيجي نشوف الصفحة اللي بعدها، نشوف البورتفوليو بتاعنا. هنيجي نشوف في التابلت، ما عندناش اي مشاكل. في الموبايل نسخة زي الفل وما فيهاش اي مشاكل. اوكي، هنيجي نشوف الكونتاكت. اوكي، التابلت ما فيش اي مشكلة، والموبايل برضو ما فيش اي مشكلة. وصلنا لنهاية الحلقة، واحنا كده برضو وصلنا لنهاية الكورس. احنا كده خلصنا الكورس بتاعنا تماما. دلوقتي انتوا تقدروا تقولوا لي لو مهتمين ان احنا ناخد الموقع ده ونرفعه على الهوست بتاعنا بدومين مستضافة. اوكي، ناخده باك اب ونبدأ ان احنا نرفعه. اوكي، لو مهتمين اكتبوا لي في الكومنت. انا كده بالنسبة لي احنا خلصنا الكورس بتاعنا، ولكن لو في ناس مهتمة ان احنا ازاي نقدر ان احنا نرفع الكورس بتاعنا على استضافة، ناخد منه نسخة او باك اب ونقدر نرفعه على الهوست بتاعنا، ونقدر ان احنا نرفعه على الهوست ونربطه بالدومين، فأحب ان انتوا تعرفوني في الكومنت عشان لو كده نكمل باقي السلسلة بالحاجات اللي قلناها دي. وبس كده، والسلام عليكم.